بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده. والنهارده عندنا تفاصيل حلوه ان شاء الله باذن الله في ليلتنا وفي سهرتنا الكرويه. هيكون مشرفنا ومنورنا المجري الكبير كابتن مصطفى عبده، هيكون مشرفنا ومنورنا كابتن محمد بركات، كابتن سيد معوض، ده ان شاء الله باذن الله في الجزء الثاني. عندنا تفاصيل كتير وعندنا اخبار كتير، بس خليني قبل اي حاجه نروح لغزل المحله، لان كان في قصه كبيره في غزل المحله لا علاقه برحيل الكابتن علاء عبد العال، ثم البيان اللي تليناه على حضراتكم واللي كان خرجوا نادي غزل المحله. النهارده المحله بيفوز على الاتحاد السكندري وبيبعد مؤقتا شويه عن فكره الهبوط. كيف ارى غزل المحله المهمه في ظل قدوم الكابتن احمد خطاب؟ والتفاصيل ده اللي هنعرفه دلوقتي حالا. انا معايا على التليفون الاستاذ وليد خليل رئيس نادي غزل المحله. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الفل. مساء الفل يا كابتن يا حبيبي، وانا سعيد بوجودي معاك النهارده حبيبي. ربنا يبارك في عمرك يا رب. خليني اسالك مباشره، شايف ازاي النتيجه بتاعت النهارده واللي بتبعدك شويه عن مساله الهبوط؟ انا اول حاجه بحب ابارك لجمهور المحله الحبيب كله على فوز النهارده، وبحب ابارك للعيبه والجهاز الفني الجديد. كنتوا رجاله واثبتوا انتوا رجاله واثبتوا نادي المحله فريق كبير. اهم حاجه في القصه دي كلها ان احنا الحمد لله عدينا الفجوه واللي حصلت، وربنا وفقنا ويعني واللعيبه رجعت بسرعه واثبتوا ان هم فعلا نادي المحله كبير باسمه مش باسم اي حد تاني. عظيم. طيب ايه اللي حصل مع كابتن علاء عبد العال؟ خلينا بقى نعرف ايه اللي حصل عشان يمشي، خاصه انه كان ماشي بشكل اعتقد انه كان كويس بالنسبه لكم يعني. والله يا كابتن حبيبي ولا اي حاجه حصلت يعني. احنا فوجئنا ان هو بعد ماتش زد قال انا مش هكمل، فالكابتن شريف الخشابي مدير الرياضي بلغني، فعملت معاه اجتماع انا وهو يوم الخميس ان شاء الله، يوم الخميس اللي فات ده، ووضحنا بعض الامور اللي كان في عنده فيها لبس، وصفينا الامور واتفقنا على معسكر، واتفقنا ان احنا نعمل مكافآت للعيبه الفتره الجايه ونعوض الهزيمه بتاع زد. ومشينا بعد كده حتى كنا مشيت الساعه 12 بالليل تقريبا. ثاني يوم كان الجمعه، انا بعد صلاه الجمعه رجعت لقيت في رساله فويس جايه لي منه ان هو بيعتذر عن ان هو يكمل القصه يعني. هل الموضوع له علاقه بانه نما الى علمه ان انتوا بتتفاوضوا مع كابتن حمزه الجمل، وبالتالي الراجل زعل ان انتوا بتعملوا ده وهو لسه موجود على راس الجهاز الفني، ولا ايه اللي قاله لك يعني؟ انا لا اعتقد كده يا كابتن. انا اعتقد القصه قصه هروب، لا اكثر ولا اقل. هروب؟ لان هروب من المسؤوليه، لان لا بس يعني اصل الكابتن علاء عبد العال قعد مع كذا فرقه، وكذا فرقه كان بيصارع معاها، في منهم اللي استطاع ان هو يخرجه. مش نادي جماهيري، مش نادي جماهيري يا كابتن، وفي منه اللي وقع يعني. ليه؟ ما هو الشرقيه وقعت اعتقد لو انا فاكر صح. ما الشرقيه، ما كان معاه الشرقيه ووقعت منه، كان معاه الداخليه وطلع بيهم يعني. اقصد يعني الراجل مش معتاد. الداخليه غير نادي غزل المحله يا كابتن. نادي غزل المحله جماهيري، والمدير الفني اللي يمسك نادي جماهيري لازم يكون قد المسؤوليه دي، ودي احنا اتكلمنا معاه في اول ما اتفقنا معاه. القصه كلها ان عقدنا مع الكابتن علاء يخلص بنهايه السنه دي، تمام كده؟ هو جاله بعض المعلومات من بروكر ان او رياضي ان احنا قعدنا مع كابتن حمزه الجمل واتكلمنا معاه، وده والله العظيم ما حصل تماما. وكابتن حمزه الجمل نفسه نزل وكذب الكلام ده، واحنا على صفحتنا نزلنا وكذبنا الكلام ده كويس. وبعد كده قعدنا القعده بتاعت يوم الخميس بالليل وخلص كل حاجه خلصت، وجيت تاني يوم الجمعه ان هو بعت رساله الاعتذار. يعني خلاص احنا كنا متفقين وصفينا الدنيا وقصه كل القصه. ثاني يوم هو اخذ القرار ده بلس. انا نفترض ان كلامه فيه 1% صح. انا اوريدي بنتكلم على موسم جديد. انت عقدك معايا خلصان السنه دي، ايه مشكلتك في كده اصلا يعني؟ ده لو كلامك صح. انما والله العظيم القصه كلها احنا اتفقنا، وبعد كده بعت رساله اعتذار. طيب. هو نفسه قال انا نفسيا مش هقدر ادي خلاص. طيب الكابتن احمد خطاب اسباب التعاقد معاه ايه؟ وليه ما فكرتش في الكابتن حمزه الجمل اما وانه كان اسم برضه من الاسماء المطروحه؟ بص هقول لحضرتك حاجه. كابتن حمزه الجمل فعلا احنا كنا فكرنا فيه بعد ما حصل اللي حصل ده، بس للاسف تليفوناته كانت مغلقه، ما عرفناش نوصل له نهائي، وانا كان عندي الماتش بعدها بيومين ثلاثه. فانا
انا كنت معجب بكابتن خطاب من السنه اللي فاتت واللي قبلها، فعلا حد شاب طموح مع جهاز برتغالي محترم جدا. فانا وكابتن شريف الخشاب واللجنه الفنيه درسنا الموضوع وتم الاختيار كابتن خطاب، والراجل بصراحه يعني قبل المسؤوليه والتحدي، والحمد لله النهارده اثبت ان هو حد قد المسؤوليه، واللعيبه بتوعنا اثبتوا ان هم رجاله وقدروا يعالجوا الموقف ورجعوا، والنهارده الماتش كان كله رجاله بصراحه. الحمد لله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. الى اي مدى بتشوف انه المحله عنده فرص في البقاء في الدوري؟ بص يا كابتن، احنا لغايه قبل ماتش طلائع الجيش احنا كنا مطمنين وباقيين في الدوري في الامان، انما احنا ماتشين ورا بعض خسرناهم، دول للاسف اللي اثروا علينا. انما انا اقدر اقول لك النهارده احنا الحمد لله يعني الى حد ما طمنا بنسبه كبيره. بقينا ماتشين ان شاء الله ربنا وفقنا فيهم، والماتش الجاي اعتقد هو اللي يحسم البقاء بشكل نهائي يعني. على كل انا بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، وبشكرك يا فندم شكرا جزيلا على المداخله وما فيها من تفاصيل. الاستاذ وليد خليل رئيس نادي غزل المحله، وبرضه تعليق برضه مهم في السياق اللي احنا بنتكلم فيه. طب يا سيدي، دخلت الاستوديو، جيمي عمره معانا في الاستوديو كله حلقه واحده، حلو كده. فهو عامل امبارح انفراد، الراجل جه قال لي طاقم التحكيم اللي هيحكم ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا طاقم تحكيم الماني، جيمي بيرفكتو، راجل شاطر، وراح جايب ابص بقى الاقي الصغير يطبل له يقول له يا مالك الانفرادات يا ابني دي اول مره. فهو مستخبي، الصغير ده زميلنا وحبيبنا الاضاءه، وهو اللي بينورنا وهو اللي بيضلم، يعني تلاقوني مضلم الصغير متضايق، ما لهاش علاقه، يقوم مطفي البتاع. الصغير اصلا ملوش علاقه بيا، يعني عشان بس نبقى متفقين. فاديله بقى جيمي، يلا جيمي ملك الانفرادات، عبد الباسط ملك الحصريات، محمد عماره ملك الارقام. ان كلمه بقى نسمعها للراجل اللي بيقدم البرنامج ده ما لاقيش. انا ما لاقيش غير علي فيسبا، هو الوحيد، علي فيسبا الوحيد اللي في الاستوديو ده بيديني حق، انما الباقي ما حدش بقى يعني اقول حاجه ولا اكني قلت حاجة. الوحيد اللي يقول لي والله بصدق انت قلت حاجه كده هو علي فيسبا، وده لما يكون هو مزاجه رايق. مزاجه مش رايق ما بيعبرناش اصلا، ما بيسلمش على حد. فما علينا. تحيه كبيره لعلي فيسبا، اكيد مش لجيمي. تحيه كبيره لجيمي اللي جاب الخبر بتاع الزمالك وسيراميكا كليوباترا وطاقم التحكيم الالماني بقياده حكم الساحه ساشا ستيجمان، وحكم مساعد اول كريستوفر جونش، وحكم مساعد ثاني كريستيان جيتلمان، وحكم رابع فلورين اكسنر، والفار تورين، والفار المساعد كريستيان فيشر. وتم تعيين امين عمر لمباراه الاهلي والمصري، وتعيين محمود ناجي لمباراه بيراميدز. ده بالنسبه لطاقم التحكيم اللي هيبقى موجود في المراحل الحاسمه، هذه المرحله الحاسمه المختلفه تماما في بطوله الدوري. انه اللحظه الاخيره لبطوله الدوري يوم الاربعاء هي لحظه تكاد تكون من اللحظات التاريخيه المختلفه عندنا في كره القدم، ومن الدوريات المختلفه جدا جدا، لان انت لحد الرمق الاخير هو مش محسوم لحد، انما في افضليه وفي فرص اعلى كتير جدا جدا بالنسبه لنادي الزمالك، لبيراميدز، للنادي الاهلي. الحته دي حلوه، يعني الحته دي انك توصل انه الدوري بتاعك يبقى لحد اخر لحظه ممتع، وكلنا مستنيين ومش عارفين مين اللي هيكسب، ده اللي هيكسب كذا ولا هيكسب كذا ولا. دي حته بصراحه بشوفها ان احنا افتقدناها كتير جدا جدا. منافسه حلوه في الدوري. انا مبسوط ان احنا الجوده بتاعتنا بترتفع شيئا فشيئا. جوده عرض المباريات بترتفع كتير جدا جدا. الاسابيع اللي فاتت الحقيقه بحيي كل اطقم العمل الحقيقه، المسؤول عن تصوير التلفزيون المصري تحديدا جوهري انا اشتغلت معاه قبل كده الحقيقه في البرامج، كان هو مخرج برنامجي، هو دلوقتي رئيس التلفزيون وهو ايضا مسؤول عن الاخراج. عامل شغل هايل صراحه. اخراج الماتشات اختلف الى حد كبير، الامكانيات بقت احسن كتير جدا جدا، فبقينا نشوف صوره حلوه. الاستادات شدت حيلها في الفتره الاخيره، فبدانا نشوف العشب. دايما بقول فرق ما بين البنيه التحتيه وبين العشب بتاع الاستاد. بنيه تحتيه احنا مفيش حد زينا، اللهم لك الحمد والشكر. هذا البلد عنده بنيه تحتيه واستادات حدث ولا حرج. قول يا باشا زي ما انت ما عايز. مشكلتنا بتحصل في ايه؟ في صيانه العشب فقط لا غير. اذا اهتمينا بصيانه العشب احنا تمام، احنا ما نقلش عن اي حد،
وانا ما بقولش كلام والله كده، الواحد راح وشاف العالم كله، تقريبا شفنا العالم كله، شرقه وغربه وشماله وجنوبه. لا هي حته صغيره. فانا مبسوط ان احنا الحته دي بدانا نتداركها اخيرا، بدانا نشوف الملاعب. عايز السنه الجايه يبقى كل الملاعب كده ان شاء الله باذن الله. عايز السنه الجايه المنافسه تبقى احسن واكبر، قطاعها والقماشه بتاعتها تبقى افضل. ف تبقى نقطه حلوه، ويوم اعتقد يوم حلو يوم الاربعاء اللي جاي ده. عندنا تفاصيل كتير جدا جدا زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم، وعندنا برضو مداخله مهمه جدا. انا معايا على التليفون السيد زهير داري، والد الكابتن اشرف داري. اشرف داري حضراتكم عارفين خرج معار للقمار السويدي لحد يوم 30/6، عقده ممتد مع الاهلي لحد صيف 2028. لعب 8 ماتشات مع الفريق، ظهر بشكل كويس جدا جدا. نعرف ما هو المستقبل وكيف يفكر اشرف داري في اللحظات الحاليه مع حاله التالق اللي بيعيشها من خلال والده. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الفل. اهلا وسهلا بكم وبالشعب المصري. اهلا وسهلا بحضرتك، وخليني اسالك يعني كيف ترى من وجهه نظرك حاله التالق والظهور الجيد جدا لاشرف مع فريقه السويدي؟ والله هو شوف اشرف داري هو الحمد لله هو يعني مستوى ديالو يعني كويس، والحمم لله لما قال الاهلي كان مشكل بتاع الاصابه، والاصابه كانت لازمها راحه. ده المشكل اللي يعني اللي ما خدش هو راحه في يعني كان بياخد تدريب متواصله. طيب خليني اسال حضرتك ايه اللي هيحصل الفتره الجايه؟ هل هيبقى في تفعيل لبند الشراء؟ اشرف عايز كده ولا انتم مش عايزين كده وعندكم افكار تانية؟ هو بالنسبه للقمار يعني هم كانوا يعني عايزين يشتروا يعني يشتروا العقد بتاع اشرف، لكن في فرق يعني ان شاء الله حتكون فرق كثيره هي من الخليج ومن اوروبا. وهو دلوقتي هو محسوب على النادي الاهلي واللاعب بتاع النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو له الخيار الاول والثاني. طيب يبقى احنا دلوقتي بنتكلم انه عنده عروض من الخليج، عنده عروض من اوروبا. هل نادي الوداد كلمه؟ نادي السابق اتكلم معاه؟ هل زي ما سمعنا برضو في فرنسا من ضمن الحاجات ولا لا؟ والله شوف نادي الوداد هو نادي يعني كبير واحنا بنحترمه، لكن اشرف يعني دلوقتي هو يعني وعايز يبقى في احتراف، يعني عايز يلعب في الدوري الخليجي ولا الدوري الاوروبي. واحنا فريق الوداد يعني بنحترمه، وان شاء الله لو قال وقت علشان يلعب في الوداد حيلعب في الوداد، مش يعني. طيب هل يا فندم اتكلمتوا مع النادي الاهلي؟ عرفتوا ايه المستقبل بتاعه؟ هل مثلا في فرص في مساله عودته للنادي الاهلي ولا لا؟ انتوا ممكن تكون عندكم اتفاقات ما بينكم وما بين النادي الاهلي على خروجه مره اخرى الى اي من الخطوات الاحترافيه الجديده بالنسبه لاشرف داري؟ هو النادي الاهلي ما كلمناش في الحاجات دي، ويعني واحنا بنثق في اداره الاهلي، وان شاء الله حيكون كل شيء على ما يرام. لسه ما كلمناش النادي الاهلي ولا في اي حاجه، لا. طيب الاقرب بالنسبه لكم ان هو يخرج من النادي السويدي بتاعه لخطوه احترافيه جديده، صح كده؟ ان شاء الله لو يعني كانت يعني شوف النادي الاهلي هو اللي هو اللي بقرر. يعني احنا لسه عندنا عقد مع النادي الاهلي ونحترم العقد بتاعنا،
وان شاء الله اللي فيها خير ربنا يجيب. طيب عظيم، انا كده فاهم كويس قوي ان في تفاهم كبير ما بينكم وما بين النادي الاهلي، العروض هتحطوها على الترابيزه، وما بينكم وما بين النادي الاهلي اللي هتتفقوا عليه يتوافق معاك ويتوافق مع النادي الاهلي، انتوا هتعملوه كخطوه، صح كده؟ ايوه. طب ده كلام، ده كلام والله احنا بنحب النادي الاهلي وبنحترمه وهو بيحترم اللعيبه بتاعه، وان شاء الله يعني حيكون ان شاء الله كل شيء كويس مع النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على المداخله وعلى اللهجه التي لم تتغير ابدا، وانت تتحدث باستمرار في مساله اشرف داري، سواء كان اشرف داري موجود في النادي الاهلي او حتى خارج معار، ده ان كان بيدل على شيء بيدل على مدى الاحترافيه اللي حضرتك بتفكر بيها، وبالتالي الاحترافيه اللي بيفكر فيها وبيها اشرف داري. فانا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، وخالص تمنياتي بالتوفيق. اشرف لعيب كبير جدا جدا جدا، اي مكان يكون موجود فيه يتشرف بيه. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. شكرا اشكرك شكرا جزيلا سيد زهير، والد كابتن اشرف داري. طيب على طول فريق الاعداد جاب لنا الكابتن علاء عبد العال عشان يبقى عنده حق الرد. كابتن علاء اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي، مساء الفل. مساء الفل ابراهيم، اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ طمني عليك. بخير يا حبيبي والله الحمد لله. يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. كابتن علاء ايه ملابسات رحيل حضرتك عن نادي غزل المحله؟ لا الملابسات ان انا بادئ الموسم معاهم وماشيين بشكل كويس جدا الحمد لله. الفريق عمره ما كمل 4 معروضين طول الموسم لغايه اما انا مشيت. انما فوجئت قبل مباراه زيت ان الاداره قعدت مع احد المدربين. الاداره قعدت مع مين يا كابتن علاء؟ معلش انا مش سامع صوت حضرتك، ممكن بس احد المدربين. ماشي. احد المدربين تمام. واتكلموا معاه. فانا كراجل مدير فني بقالي اكثر من 15 سنه في الدوري الممتاز من 2011 لغايه وقتنا هذا 2026 الحمد لله. ضربت فرق كثيره وعملت تجارب كويسه جدا مع فرق عديده، فما قدرتش على نفس هذا الكلام. يعني ممكن مديرين فنيين يقبلوا على نفسهم هذا الكلام، انا ما قدرتش على نفس هذا الكلام. فبالتالي كنت بلغت انا مدير شؤون اللاعبين وبلغت شريف الخشاب المدير الرياضي ان مباراه زيت دي اخر مباراه ليا، سواء كسبنا او خسرنا او تعادلنا دي اخر مباراه، لان انا ما قدرتش على نفس هذا الوضع. طيب كان معايا دلوقتي من شويه السيد وليد خليل رئيس النادي، وسالته قال لي احنا قعدنا قعده وخلصنا كل حاجه واتفقنا وقلنا له ان احنا ما اتكلمناش مع حد، وفوجئت بيه بيبعت لنا واتساب بيعتذر عن المهمه. ملابسات القصه دي ايه؟ بعد الاتفاق بص يا ابراهيم، الاول طبعا ببارك لجمهور غزل المحله الحقيقي اللي بيحضر المدرجات وبيشجع الفريق. ببارك لهم على الفوز النهارده والحمد لله. انا قلت من البدايه ان انا سايبهم في وضع مطمئن، واي 3 بونت هيجوا بعد كده هيدخلونا في حته كويسه الحمد لله. بالنسبه للمهندس وليد خليل انا بكن له كل احترام طبعا، وزي ما قلت لك ان انا بعد مباراه زيت انا قدمت اعتذار وقلت لهم، فهم حبوا ان هم يقعدوا معايا. وجه المهندس وليد خليل والكابتن شريف وعمر سعد قعدنا وبيبرروا ان هم ما قعدوش. فانا سمعت لهم، انا سمعت وخلاص ونبدا ونعمل. انا برضو ما عجبنيش الوضع وصممت على رايي ان انا مش هقدر اكمل، لاني انا بعتبر ان دي مش حلوه لاي مدير فني، مش لعلاء عبد العال بس، ان يبقى الراجل شغال وشقيان طول الموسم. وبعدين انا تعرضت لظروف كثيره جدا ما هربتش. يعني انا سمعت كلمه ان المهندس وليد خليل قال انه هروب، لا انا ما بهربش. انا ليا تجارب كثيره جدا مع انديه وقدرت ان انا اطلعهم من مآزق كثيره. انا ما بهربش، علاء عبد العال ما بيهربش. علاء عبد العال لو كان عايز يهرب كان هو فرق 8 بونت كان قال لهم شكرا، لان انا تحملت ما لا يتحمله اي مدير فني في نادي غزل المحله، مع احترامي الكبير ليهم طبعا. الجمهور الحقيقي اللي بيحضر مدرجات وبيشجع بقلبه وفاهم كرة كويس وبيدي لكل واحد حقه، مش الموجه. في البعض بيبقى موجهين للعقل. انت كررت كلمه جمهور حقيقي اكتر من مره يا كابتن علاء في المداخله. طبعا، لان المحل ليها جمهور حقيقي، مش جمهور بيبقى بلاش. انما انا بقول ان انا خدت التجربه وتجربه كويسه بالنسبه لي، ولو
لم اهرب، بالعكس انا حافظت على كرامتي كمدير فني وقررت الاعتذار، لان انا ما قدرتش على نفسي هذا الكلام. فمن هذا انا قررت ان انا اكمل في اعتذاري وما تراجعتش، وبديلهم الفرصه ان هم يشوفوا حد مكاني. هم قعدوا مع احد المديرين الفنيين، خلاص يجيبوه يكملوا بيه، او هم جابوا حد تاني خلاص يكمل بيهم الموسم. انما انا علاء عبد العال اللي خدت تجارب كتير جدا مع انديه كتيره وحطيت بصماتي. انا عملت السنه دي في غزل المحله فريق جديد، طلعت لعيبه صغيره جدا ما كانش حد يسمعهم ولا كانوا هم عمرهم ما يلعبوا. كونت فريق لغزل المحله، وقدر ان احنا على مدار الموسم نجيب 31 نقطه. كان ممكن غزل المحله يبقى في وضع اسوء من كده، يبقى عنده 26 نقطه ولا 24 نقطه، حتى الفوز النهارده ما يكفوهوش. لا احنا واصلين لنقطه كويسه، 31 نقطه النهارده بالمكسب يبقى 34 بنسبه 90-95% ممكن المحله يبقى موجود. وانا بقول المحله، وانا قلت من الاول خالص وقلت المهندس وليد نفسه ما تقلقش، غزل المحله مش هيهبط السنه دي، والحمد لله تتاكد الرؤيه بتاعتي او الكلام بتاعي سواء بعلاء عبد العال او غير علاء عبد العال. هل ممكن يحصل يعني نوع من انواع الاتفاق يوما ما كابتن علاء عبد العال يعود الى غزل المحله مع بدايه الموسم اللي جاي مثلا او فتره الاعداد؟ وارد ولا الباب مقفول؟ لا خلاص، يعني انا خلاص خدت تجربه مع غزل المحله. طبعا نادي غزل المحله نادي عريق ونادي كبير وله كل الاحترام، وللمهندس وليد خليل ومجلس الاداره كل الاحترام. احنا تعاملنا باحترام طول الموسم، وانا ما انساش طبعا وقفه المهندس وليد خليل في وقت كان الكل بيطالب ان علاء عبد العال يمشي، هو الوحيد اللي وقف وقال لا علاء عبد العال يكمل مع شريف الخشاب. بشكره طبعا على الثقه دي، بس اعتقد الموقف اللي حصل ده هو اللي كان السبب اللي خلاص يعني خلاني اخد القرار ان انا مش هقدر اكمل، لان انا كعلاء عبد العال ما اسمحش بتاريخي بان انا اكون في الوضعيه دي. كابتن علاء انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، خالص تمنياتي لحضرتك بكل التوفيق ان شاء الله باذن الله فيما هو قادم. اشكرك شكرا جزيلا كابتن علاء عبد العال المدير الفني السابق لغزل المحله. طبعا كل التحيه والتقدير للكابتن احمد خطاب المدير الفني الحالي اللي بيتولى المهمه، ومكسبه النهارده مكسب مهم جدا، وايضا بيضع غزل المحله في مكان ان شاء الله باذن الله يكون بعيدا عن مساله الهبوط من الانديه الكبيره اللي بنحبها. بعد الفاصل نجومنا الكبار هيكونوا مشرفينا ومنورينا في الاستوديو، كابتن مصطفى عبده صورتنا الكبيره جدا جدا، كابتن محمد بركات، كابتن سيد معوض. خليكم معانا. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا قبل أي حاجة نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا ومنورينا، ملك الشياكة المجري عظيم أسطورتنا كابتن مصطفى عبده. كابتن مصطفى مساء الجمال. ازيك يا هيمو؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا رب. ودايما بصحه وعافيه كده ومنور الدنيا. خاسس وفورمه حضرتك؟ يعني بحاول دلوقتي. بجد صح؟ بحاول. بتعمل بمشي. بتتمشي؟ لازم امشي. في نادي الشمس ولا فين؟ لا في نادي جنب البيت عندي في نادي هليوبلس. والله؟ ربنا يا رب يديك الله يكرمك يا هيمو. الله يكرمك. نتشرف بيك يا كابتن مصطفى. ربنا يسعدك يا هيمو. والزئبقي ملك الحركات. ازيك يا هيمو؟ ازيك يا كابتن بركات؟ ايه الاحوال؟ عامل ايه يا ملك؟ انا تمام، بس انا لا بمشي ولا بتحرك. عشان انت بتطير وش يا بيه وش على طول. انت لا بتمشي ولا بتتحرك ولا اي حاجه خالص. انت بتطير ولا بتعوم ولا بتعمل اي حاجه. ما هو بيعمل حركات كتير. تصدق ودايما انا باجي لك بالعافيه. كابتننا الكبير كابتن سيد معوض. يا كابتن سيد مساء الورد. مساء الفل يا هيمو. لا انت فريك. لا انت فريك، ده ملك البدل في مصر. ما شاء الله. انت ليه ما فكرتش تعمل يعني تبقى مؤسس حركه البدل في مصر؟ ممكن بالنسبه للعيبه الكوره يعني انا المؤسس. صح؟ يعني انت بتلعب بدل كتير بتهيألي. بلعب كتير فعلا. صح؟ بلعب يوميا يعني. بتخش بطولات وكده مش بطولات بس على قد يعني، مش بطولات رسميه يعني. مين معاك يا كابتن سيد؟ مين اللي انا بلعب انا وجده على طول. والله بتكسبوا اي حد فعلا وكده؟ يعني اي حد. ولا احمد حسن بيكسبك؟ لا مفيش مقارنه. يعني الصقر لعيب كبير واسم كبير في الكوره ماشي، انما في البدل لا يعني كده. طب مين؟ متعب؟ انا عارف ان متعب جامد برضه كده والله. طب مين جامد؟ شريف اكرامي، رمضان صبحي كده برضه كل دول. حسام غالي كده. مين تاني؟ حازم امام، احمد عبد الله. الفروقات كده. احمد عبد الله. كل الفروقات كده. احمد عبد الله كده. كله فضل وائل جمعه كله كده. والله؟ مين اجمد منك يعني؟ في لعيبه الكوره لا مفيش. انا وجده بس. والله؟ ده تواضع.
صح. لا دي حقيقه. انت مش عايز تعلق عليه. ما تجيليش انا انا ما اعرفش قواعد البدل ايه اصلا اللي هم بيلعبوها ده. لا هي الموضوع صعب بالنسبه لي، بس معلوماتي واللي بيوصل لي ان سيد اجمدهم بصراحه. لا ما انا عارف كابتن مصطفى خليني اسال حضرتك، رؤيتك ايه للجوله الاخيره من بطوله الدوري يوم الاربعاء اللي جاي؟ معجنه بتاعت يوم الاربعاء. معجنه، هي معجنه فعلا. لو تفتكر الكلام ده انا بقول لك هنا، قلت لك الفرق اللي موجوده اللي هم السبعه الكبار، ان انا قلت الفرق الصغيره هتحدد مين اللي هياخد الدوري. انا بقصد اصلا فيها، لان في ناس بتقول انت قلت الفرق المصري فريق بالصغير ومش عارف. لا، انا بقول الفرق السبعه اللي موجودين في تصفيات. كويس. دول اللي هيحددوا الدوري العام. فانا شايف لحد اخر لحظه في المباريات كلها محدش يعرف مين هياخد الدوري. يعني انما لو عاوز تتكلم على الورق، مين اللي ممكن ياخد الدوري؟ الاقرب الزمالك. الزمالك اقرب فرقه، هو والاقرب منه كمان بيراميدز. ازاي اقرب منه؟ ده الزمالك محتاج نقطه. معلش، الكره فيها كل حاجه. انا افتكر، عايز افكر الساده المشاهدين، النادي الاهلي لما لعب اخر مباراه مع انبي على ملعب المقاولين في نهائي الدوري، احنا الجمهور كله راح عشان يحتفل بالنادي الاهلي، وراح وخلاص. جول سيد عبد النعيم وخلص المولد والزمالك خد الدوري، هو ما كانش موجود خالص. فانا بقول لك الدوري لحد اخر مباراه، لان الكره فيها كل شيء. الكره دي خداعه فعلا معنى الكلمه يعني. كابتن بركات. طبعا انا بتفق طبعا مع كابتن مصطفى طبعا على الورق وحسب الجدول اللي احنا شايفينه. لا طبعا الزمالك هو محتاج بونت علشان يفوز ببطوله الدوري، ولكن برضو يعني احنا كلنا لعبنا كوره وعارفين ان الكوره فيها كل حاجه. احنا كنادي اهلي مش مطالبين غير ان لعيبه تنزل تلعب نفس الاداء اللي هم في اخر ماتشين، في ماتش انبي وقبله ماتش الزمالك. اعمل اللي عليا، اختم الموسم بشكل كويس جدا جدا، اطمن جمهوري ان انا فنشت كويس عشان اديله امل ان البدايه في الموسم الجديد هتبقى كويسه. وفي الاخر هستنى، انت هتشوف الزمالك هيعمل ايه، بيراميدز هيعمل ايه. الزمالك اقرب، ولكن وارد الزمالك ما يتوفقش، وارد بيراميدز يفوز بالدوري، وارد الاهلي يفوز بالدوري، وارد الزمالك يتوفق ويفوز بالدوري. كل شيء موجود وما تقدرش تحكم غير. هل الحلقه دي ما شفناش بقالنا سنين؟ في 3. الدوري كويس. الدوري شكله كويس السنه دي. الناس كلها بتحاول، حتى في المراحل الاخيره الفرق اللي هي بعيده حتى عن المنافسه. شفنا النادي المصري بيعطل الفرق، شفنا انبي بيعطل الفرق، شفنا سيراميكا بيعطل الفرق، حتى سموحه حتى لو كان خسر كل ماتشاته ابراهيم، ولكن هتبص هتلاقي سموحه اصعب ماتشين خسرهم هتلاقي ماتش الاهلي وماتش الزمالك. يعني اصعب ماتشين خسرهم. الناحيه الثانيه برضو حتى في مجموعه الهبوط كله بيلعب وكله بينافس والدنيا مولعه تحت. فدوري شكله كويس. دوري حلو كويس. طيب كابتن سيد برضو نفس السؤال. يعني الثلاث فرق عندهم فرص كبيره جدا. طبعا اقربهم من الزمالك لان هو ما عنده نتيجتين، ممكن يتعادل او ممكن يكسب. انما انت كنادي اهلي لازم تعمل الدور بتاعك ان انت تحقق المكسب، لان برضو فيها حاجتين. حتى لو ما خدتش بطوله الدوري ممكن الظروف تخدمك في دوري ابطال افريقيا. ان انت بيراميدز ما يكسبش فانت تكسب، فتبقى انت خلاص. برضو الحالتين انت مطالب ان انت لازم تكسب. الظروف ممكن تخدمك في النتائج الثانيه، والكره 90 دقيقه ما تعرفش ايه اللي هيحصل فيها. يعني ممكن نادي الزمالك كان اقرب في الكونفدراليه، خسر بطوله على ملعبه. ممكن عادي سيراميكا تعادل مع النادي الاهلي وضيع منه 2 بونت، فممكن يكسب نادي الزمالك عادي. ممكن الامور كلها النتائج كلها متاحه. انما العجيب برضو في الثلاث فرق اللي بينافسوا على البطوله ان هم عملوا حاجه عجيبه. يعني الاهلي يكسب الزمالك 3، الزمالك يكسب بيراميدز 3، بيراميدز يكسب الاهلي 3، يكسب الاهلي 3. فانت بتتكلم حاجات لا منطق. انت فاهمني؟ يعني هو الطبيعي بيبقى فيه سنه الدوري. يعني احنا مثلا واحنا بنلعب في النادي الاهلي سنه الدوري بالنسبه لنا بيبقى انت متفوق على الفرق اللي حواليك. أيوه. لو كان فرقه بتنافسك فانت بتبقى اقرب بنسبه. انت فاهم؟ انما ال3 كلهم وبيخسروا 3 انا ما شفتهاش. يعني انت فاهمني؟ يعني لا منطق، حتى ما تعادلوش مثلا. لا
المباراه انا بخسر 3 من ال3 فرق اللي بينافسوا بعض خسروا من بعض، فهي حاجات غريبه جدا. فممكن اليوم ده الله اعلم، يعني ممكن الظروف ما تعرفش هتبقى تخدمك ماشيه ازاي. بشكل كبير، بس انت اعمل اللي عليك، اعمل دورك كنادي اهلي، اكسب المباراه دي وبعد كده يحلها ربنا يعني. هو الملفت كمان يا ابراهيم السنه دي ان الفرق اللي بتنافس 3 فقدوا بنقط كتير قوي. يعني انت فاهم ممكن ال3 يوصلوا ان هم بينافسوا في الاخر يا كابتن مصطفى، بس ما فقدوش بنقط كتير، ولكن فقدوا بنقط كتير ما انا هقول لك ليه يا بركات. انت عندك النادي الاهلي وليه كل الفترات اللي فاتت دي الاخيره كان بياخد الدوري العام، لان النادي الاهلي نفسه طويل. فتغيير الدوري اللي هو كل سنه يقول لك فيه ده حاجه استثنائيه 6 مباريات، انما لما تيجي حاسبها هو الراوند الثاني الاهلي لعب كام مباراه؟ 6 مباريات هم كلهم على بعض 6 بالظبط كده. لما تيجي تبص في السنين اللي قبل كده النادي الاهلي كان نفسه طويل في يعني الريتم بدا كمان يتغير. لا وفقدان النقط، انت فقدان كل النقط. الانديه فقدت نقط كتير يعني. انا معاك، ما احنا اتكلمنا فيها دي وقلنا سبب من الاسباب فيها ان النادي الاهلي كان متعاقد مع مدرب على قده. يمكن اخر ماتشين اللعيبه هي اللي عايزه. لا في مصطفى انا كل ما افتكر لو احنا في القهوه ولسه جاي، انت كنت من الانتخابات انتخابات أيوة. الاهلي طازه، وبسالك بقول لك يستر، قلت لي لا انا قلت لياسين منصور، قلت له ده مدرب على قده على قده ده على انت قده. قلت من هنا وانا بقيت ايه. لا ما انا اتهاجمت ساعتها، خلصت الحلقه من هنا لقيت الدنيا مقلوبه. ما انا اتهاجمت ينفع ساعتها واحنا كده. بس اللي كان واضح يا ابراهيم ان واحد بيتفرج زيه زينا على المباريات، اما يجي لك 17 ضربه ركنيه في مباراه، يا بركات 17 ضربه ركنيه مفيش تريكه واحده فيها يا ابراهيم. ده بيقول لك ايه حاجه خالص بصراحه. فده من الاسباب اللي هي وبعدين يعني مع احترامي للمجلس اللي هم اتعاقدوا مع تروب، انا الراجل دوت انت شفت السي في بتاعه الاول؟ انا لما شفت السي في بتاعه انا اتخضيت. طب اللي اتعاقد ده بص لها ازاي واتكلم ازاي؟ وبعدين انت سمحت له انه يخسر كاس مصر وكاس الرابطه وكذا بطوله وافريقيا، طلع افريقيا. طب هو في ايه تاني؟ ما خلاص بقى، ما هو خلص على كل حاجه. قالوا لك اديني فرصه، هو الراجل يقول لك اديني فرصه السنه الجايه اجيب لك كل البطولات. انا لسه هستنى تاني؟ لا، كان واضح جدا. فعشان كده فقد النقاط كان بيلعب يعني بركات بيلعب في الليفت، او جايبه حطه في نص الملعب. صحيح لا عنده مشاكل في الافكار. دي الحاجات يا ابراهيم اللي هي مفيش انسجام في الفرقه. هو الانطباع الاول مش شرط يبقى غلط، هو احنا الكوره محتاج ان انت تقعد شويه وتشوف شويه، بس انت يعني ورؤيتك لتروب هي نفس رؤيه كاموش يا ايوه ابراهيم. يعني ما كاموش انا لما اتسالت عليه اول التلتايه نزلها، انا قلت اول حاجه طلعت من بوقي قلت انا خايف اشوف موديست جديد. انا قلت الكلام ده لابراهيم يا عم بطل افترا ودي الراجل. ايوه ماشي حلو، بس في فاهم في حته كده. ما احنا لعيب الكوره برضه على ابراهيم لازم تبقى موجود. مش لاقينا بتشم ايوه. انما لا ابراهيم الاهلي فقد نقاط كتيره جدا وما حدش تدخل. قال لك النادي الاهلي عمره ما حدش بيتدخل، بس لما العمليه توصل للحاله ديت لا لازم يبقى في جراحه. طيب المعلومه اللي عندي انه الاهلي خلاص اتحرك في مدير فني اجنبي بنسبه 100%، يعني انا مش عايز اقول 100% لان المتغيرات بتبقى كتيره. بقى قلت امبارح 99.9، سيب الواحد من 10 ديت الاهلي ما لقاش بقى يعني، فهيروح للمدير الفني المحلي، بس هي اجنبي. بتشوف ده ازاي؟ هو ده الافضل للاهلي ولا لا؟ لا مش هو الافضل؟ لا انا مش عاوز اجنبي الفتره دي، لان انت هتبني تيم جديد. انت بتاخد من اللي عندك ومحتاج اماكن زي ما انت في كاس العالم لما رحنا وجبت على السبوره هنا كده واحنا بنتفرج تقول النادي الاهلي محتاج ايه؟ الرد ايه ليك؟ محتاج دفاع كامل. حصل. الاهلي كان عمال يشتري فونجات نص ملعب، فونجات نص ملعب، لا جاب راس حربه ولا جاب باك ليفت ولا جاب باك رايت ولا جاب استوبرين. حتى اللي اختار اللعيبه مع احترامي مش انا يعني في الغاز كده كتير انا مش عاوز اوصل فيها، انما الفتره اللي جايه دي محتاجه مدرب مصري. طيب عشان تقدر تاخد وتدي معاه وتقول له لا فلان ومش فلان، انما اجنبي هجيبه هيقول لك ما تدخلش معايا زي ما عمل تراب كده. كابتن بركات تشوف ايه؟ يعني انا يعني يمكن يعني اختلف مع كابتن مصطفى شويه في حته المدرب المصري. احنا كمدرب مصر عندنا مدربين كويسين، طبعا عندنا مدربين كويسين واتطرحت اسمائهم وكلهم ناس كويسين وعدوا على النادي الاهلي وقدروا يعملوا حاجات حلوه كتير قوي.
والله انما اللي مساعد يا ابراهيم ان انت ممكن دلوقتي ان انت تجيب اجنبي. يمكن انت لو فتره ان انت الاول لما قال لك ما تقدرش تمشي تروب غير اول مش أيوة. عارف 7 أيوة. يكون بدا الموسم بدأ. والكلام ده. انما انت الامور واضح ان هي ماشيه في سكه ان انت خلاص انت لا بعد ماتش مصر. يعني بعد الماتش خلاص هتقول له مع السلامه، فهتجيب واحد بدري. المدرب اللي جاي يا ابراهيم لازم يبقى عارف امكانيات الفريق، يقعد شويه معاهم ياخد وقته. كويس ان الراجل ده هيمشي ونجيب واحد على طول، لان انت عندك لعيبه وعندك امكانيات كويسه جدا جدا. يعني مثلا اشرف بن شرقي اما شفناه بيختم الموسم وهو بيلعب راس حربه، شفنا ان اشرف لا هو اشرف اللي احنا عارفينه، اللي هو المهاري، اللي هو اللي يصنع الفارق، اللي هو. ولكن هل انت معناه ان انت مش هتجيب راس حربه؟ لا، انت لازم تجيب راس حربه ويبقى كويس ويبقى هو الراس الحربه الاساسي بتاعك، وتجيب مع واحد تاني كمان يبقى عدله، وتشوف بقى الماتشات اللي هتبقى محتاج اشرف في الجنب بتاعه اللي هو بيشتغل فيه، والوقت دوت اللي هو تريزيجيه يلعب 8 زي ما متعود. هتشوف امتى زيزو هيلعب ناحيه اليمين، امتى لما تجيب يرجع مدرب يلعب 8. مدرب اجنبي كويس. لا، في مدربين كويسين. انا ما اعرفش النادي الاهلي هتبقى سكته ايه وبيفكر في ايه، اجنبي هو بيفكر في اجنبي. احنا عدى علينا مدربين كويسين. يعني مانويل جوزيه البطولات وبتتكلم عنه، فايلر لما جه اشتغل مع الاهلي بشكل كويس، موسيماني لما جه وهو راجل افريقي اشتغل بشكل كويس، كولر اشتغل بشكل كويس جدا جدا جدا. سيبك من اللي بيحصل في الاخر في ثالث سنه دي، ولكن لا، الناس دي اشتغلت وعملت شغل كويس جدا 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 بشكل كبير مع النادي الاهلي. فانت جاي بس انت زي بنقول ايه يا كابتن مصطفى، احنا عايزين مدرب يبقى فاهم الشغلانه فنيا كويس، وفي نفس الوقت شخصيته تبقى كويسه يلم المجموعه دي كلها. صحيح. طب بس هنا في حاجه ابراهيم معلش برضو مع بركات، انت داخل على كاس عالم تقعد شهر وهتبدا بعد كده اللي هي بقى المسابقه ومش المسابقه بتاعتنا اللي هي المحليه. هل المدرب اللي هيجي ده هيشوف ازاي اللعيبه ويفكر ازاي ويجيب مين ويحط مين ويقول لك احنا محتاجين في المكان ده فلان ومحتاجين في المكان ده فلان؟ عشان كده انا خوفي ان احنا نجيب مدرب، او النادي الاهلي متعود طول عمره بيجيب مدرب اجنبي انما انا ليه بقول مدرب مصري؟ مدرب مصري حافظ اللعيبه بتاعتك وعارف هو محتاج ايه. بدليل انا مش بقول ان احنا يعني عماد النحاس إن بقول عشان نجيبه، عماد عمل انجاز حاجه كويسه قوي للنادي الاهلي، وفي مدربين كتير كده زي ما بيقول بركات مصريين يستحقوا، انما عماد في 6 مباريات مكسبها كلها لان حافظ اللعيبه. طيب كابتن سيد، عايز اسالك بس برضو امبارح الصحفي المتميز محمود شوقي قال لي معلومه مهمه على الهواء، قال السنه الجايه عمر سيد معوض يتم تجهيزه لكي يكون احد الركائز المهمه بالنسبه للنادي الاهلي. شايف الموضوع ده ازاي من وجهه نظرك وهل ده على ارض الواقع انت لامسه فعلا لا، هو عمر بيعمل الدور اللي عليه، بيتمرن بشكل كويس. دخل مباراة انبي، الفرقة سافرت النهارده اسكندرية، هو موجود الحمد لله في المعسكر. هو بيعمل الدور اللي عليه سواء موجود او مش موجود، هو بيتمرن بشكل كويس. كان في مباراه وديه جاب فيها جون، هو بيحاول يبقى موجود في الفرقه الحمد لله. يعني الامور ماشيه بشكل كويس. انما هي النقطه برضه يا ابراهيم، يعني انا هدخل من الموضوع ده للموضوع المدرب. اتفضل. انا بشوف ان النادي الاهلي في الاوقات الاسبوع اللي فات او ال10 ايام على مثلا احتياجات اللعيبه، انت بتقول هتجيب لعيبه في مراكز معينه، ما تغلطش الغلطه اللي غلطتها قبل كده. هجيب لعيبه وبعد كده اجيب المدرب، ويبدا المدرب هم دول اللعيبه اللي موجودين في النادي فاتعامل معاهم. نقطه تانية برضه يا ابراهيم سمعتها بالمناسبه دي، ان انت هتجيب لعيبه صغيره تحت السن اجانب. النقطه دي انت عدى عليك 3 لعيبه اجانب صغيرين في مراحل مختلفه. امير سعيود باكاماني بتاع جنوب افريقيا جه معانا وانا موجود في الجهاز في النادي الاهلي. اخر واحد كريستو التونسي. 3 لعيبه الصغيرين، ما تجيبش اجنبي صغير. تجيب اجنبي يا تجيبه فعلا يكون لعيب واو، صح يكون صح. بالنسبه لك هيعمل الطفره الكبيره. انما تجيب اجنبي عشان تصبر عليه، انا بشوفها دي نقطه سلبيه جدا. ربيه يا سيد. يعني اصبر على حد من اللي عندك من ولادك، انما تجيب اجنبي تصبر عليه. وبعدين انت جربتها 3 مرات، بيجي بيبقى عايز اجواء مختلفه،
عايز يتعود، بيبقى لسه صغير. لا انت بتلحق ولا انت بتستحمله ولا هو بيطلع اللي عنده. انا قلت لك الثلاث امثله، وهم لعيبه جامده جدا على فكره. امير سعيود بعد ما مشي عمل طفره في الانديه اللي لعبها كلها، لانه محتاج وقت. محتاج وقت كبير. بكماني بتاع جنوب افريقيا لعيب صغير جه مع الاجواء حس ان هو صعب جدا. كريستو نفس الكلام، جبته بمليون دولار ومشيته بعد اول سنه. فهي النقطه برضو الترتيب بالنسبه لك، اولويات لازم تبقى معروف. النقطه برضو المهمه، انت في وقت كاس العالم للانديه جبت لعيبه واسماء فعلا عشان انت محتاج كاس العالم للانديه. انت بعد يوم الاربع لازم تبقى عارف، يعني ما تقوليش ان انا الكونفدراليه هجيب لعيبه واو برضه وهغير وهعمل. لازم تبقى واخد بالك ايه، يعني السنه الجايه هيبقى عندك ايه. عندي دوري الابطال وعندي الدوري، انا هبدا اجهز فرقه خلال السنه الجايه. مش هجهزها ان انا هلغي الفرقه اللي موجوده، لا، هظبط فرقتي بحيث ان السنه اللي بعدها انا اخد دوري ابطال افريقيا كالعاده. ده الطبيعي بتاعي. انما انت مثلا هتلعب دوري الابطال، لا هات لعيبه. انما انت مثلا لو هتلعب الكونفدراليه وتقول لي انا اللعيبه اللي عندي، وبرده من الاخبار المتداوله ان هي موضوع ان انا هظبط العقود مع اللعيبه اللي موجوده وهقلل الاعمار. ماشي، هتقلل الاعمار، انا معاك جدا، بس خلي بالك الاعمار كلها رايحه كاس العالم. الاعمار كلها موجوده في كاس العالم. يعني ما تقوليش ان اللعيب هيتالق في كاس العالم هتيجي انت تقول له انا همشيك بره النادي. فده دي نقطه صعبه جدا، ما حدش هيعملها. ولو عملتها هتلاقي الناس تقول لك ايه، هتسيب ابراهيم؟ ده ابراهيم لسه جاي من كاس العالم ومتالق ونجم الفرقه في كاس العالم. ولا لعيب انت متفق معاه اصلا على عقد وعلى فلوس هتروح تتكلم معاه ان انا هنزل لك الفلوس ديت؟ مش طبعا انت بتتكلم في وكاس العالم السنه دي فرصه كبيره جدا. ايوه بس ما فيش ولا واحد من الكبار اللي رايحين كاس العالم عقده اصلا خلصان، كلهم عقودهم ساريه. ما انت بس ما بتعرفش تغير في العقد بتاعك. هتغير في العقد ازاي؟ برضه هنرجع للاصل. الاصل ايه؟ الاصل ان انت ماضي معايا عقد، والعقد بتاعك ده بيخلص في سنه كذا، وانت ارقامك كذا. انا لو عايز ادي لك حته زياده مش هديها لك في العقد، انا هديها لك في العقد الثاني بتاع الاعلانات. لا انا بكلمك على نقطه ثانيه. ايه هي؟ اللي هي عكسيه. اللعيبه اللي عقودها كبيره وانت هتقللها. انت طالب منهم ان هم يقللوها. زي تريزيجيه مثلا، او هتعمل معاهم شروط ثانيه. تريزيجيه وزيزو وعدد من اللعيبه الكبير. فده طبيعي ان انت ما تقوليش ان انت هتيجي تغير في عقدي تقول لي انا اقلله لك. ده مش طبيعي. نقطه برضو مهمه. اروح لفاصل لازم. معلش. طيب نروح فاصل. مضطر عشان ده المام. روح فاصل. يلا يا كابتن الحاج ودينا فاصل. طب كابتن مصطفى، انا كنت قطعت حضرتك قبل ما نطلع لفاصل. عاوز تطلع فاصل فين؟ لا يا فندم، لا ده المهم يا ابراهيم. اتفضل يا فندم. لا ما نقدرش. طيب دلوقتي انا حته على المدرب برضو، حته سريعه كده. النادي الاهلي متعود ان هيجيب مدرب اجنبي. يجيب مدرب اجنبي ماشي، بس لازم يحط معاه مدرب مصري يبقى ليه صلاحيات. يعني ما يجيبش واحد مجرد ان هو ينزل معاه الملعب ويبص يبقى الاسم معاه مدرب مصري. لا، عاوز يجيب اجنبي. ايه صلاحياتك؟ الصلاحيات ان يدخل معاه في الخطط ويخش معاه ويتكلم معاه ويقول له لاعب فلان اي مدرب عام، اي مدرب معاون هو مدرب معاون، دوره ان هو يساعد. يعني يقول له ايه دي نعملها كده، فلان الفلاني انت ما تعرفش ده كان بيلعب في الناحيه اليمين ويقدر يلعب ناحيه الشمال، لكن هيفرض عليه. لا مش هيفرض يا ابراهيم. يعني مدرب يكون فاهم. ماشي، يكون موجود مع المدير الفني. في مدربين فنيين على مستوى عالي جدا بيحبوا يسمعوا الناس بتوعهم اللي معاهم. يعني مش عاوز افرض الاسامي. ماشي. انما الجزئيه دي انا معاك فيها. يحطوا مدرب مصري معاه، حتى لو انت عاوز تصنع كادر جديد للمدربين المصريين الاهلاويه يبقوا موجودين معاك بعد كده. حاجه تانية اللي هي مهمه جدا، لما بتطلع لعيبه واحد زي محمد عبد الله ولاعيبه كتير قوي طلعتوهم اعارات. احنا واحنا صغيرين كلنا طلعنا مع لعيبه اكبر مننا وكانت لعيبه ليها اسامي كبيره قوي. انت بتضيع حته الانتماء من اللعيب الصغير اللي يطلع يبقى موجود في النادي ويطلع يتعلم من الكبير. ان انت بتاخده من الدار تطلعه بره، هيشوف ايه بره؟ احنا بنقول احنا النادي ياخد دقايق لعب اكتر. لا انا مش حكايه تقول ما هو ممكن يبقى كويس عندك بس اديله فرصه. ماشي. ما هو زي ما بنقول كلنا وبركات بيقولوا سيد ادي فرصه للعيبه. انت ما بتتكلم على ابن سيد، هو سيد ممكن يبقى عنده تحفظ شويه، انما ابن سيد انا بقول لك اهو لو خد فرصه كويسه
هيبقى لعيب جامد قوي قوي واساسي في النادي الاهلي. هو الولد كمان بسم الله ما شاء الله عليه متصيط من وهو كمان صغير، من وهو في القطاع يعني. عنده مش واسطه يعني لا مش مش ولا واسطه، ابناء عاملين لا يعني. مش عشان سيد قاعد معانا هنا، لا والله لا. انا عشان كده بقول لك اللعيب الصغير. ومشكله سيد ان هو اصلا ما بيتكلم يعني، يا ريته حتى كمان يا ريته حتى بيتكلم عليه يعني هو في حته احراج شويه. انما بتكلم يا ابراهيم على الجزئيه اللي هي بتاعت اللعيبه الاعاره. انت طلعت محمد عبد الله على اي اساس؟ وجبت لعيب اقل منه من بره ودفعت فيه فلوس. طب ما هو ده ابنك، صح. هتدي له امتى الفرصه؟ انا عارف ان الاهلي عايزه هو وخالد كباكا يبقوا موجودين. طب ما كان معاك من الاول ومصاب بره. خلاص دلوقتي في افكار بقى لسبب واحد يا ابراهيم، ان لما بيطلع اعاره من النادي الاهلي لاي نادي تاني هو تعود على تمرين معين. ايوه. وعلى قوه معينه في التمرين، لما بيروح هناك ممكن يتعور زي اللي بيجي لك من بره ممكن يتعور. مش موضوع كده يا كابتن مصطفى بس، يعني حتى اللعيب الصغير دوت ان انت مثلا بتقول ان هو هطلعه يلعب بره وهو في السن دوت اللي انا ببتدي اجهزه. لا انا برضه هو اما يلعب عندي ويلعب وسط الاجواء الجماهيريه ديت، غير اما هيروح نادي مع احترامي ليه ملوش واحد او اتنين قاعدين في المدرج بيتفرجوا. واللعيبه هتشيله كمان يا بعدين يا كابتن مصطفى زي ما كلنا اتكلمنا وقلنا طب شوف رؤيه الناس اللي هي بتاعت برشلونه اما اتكلموا على حمزه في الاول وفي ناس هزرت وناس ضحكت وي قلنا انت نفسك فاكر لما قلت يعني هي الناس دي بتفهم واحنا اللي بنفهم والناس دي ما بتفهمش. نفس الفكره. ما هو عمر خلاص، عمر كان على بعد لحظات من التوقيع برضو لريال بيتيس لولا الاصابه وحظه كان ولكن حتى الربع ساعه اللي لعبها احنا كواحد بتتفرج بكوره، تحركاته عايز يروح للجون، مهاراته عاليه. اللعيبه اللي زي دي هي اللي انا ابني عليها وتبقى موجوده مع اللعيبه دي تتعلم منها، وكل يوم هتبص هتلاقي في السن دوت مستواه بيتطور. انا جميل جدا ان انا اشوف حمزه عبد الكريم مطلوب، بلال مطلوب، عمر خلاص كان رايح. الفكره مع الناس دي محمد عبد الله ان كل الجمهور عايزه يرجع. عشان كده ده يرجعني ايه بقى يا ابراهيم؟ احلى حاجه بتتعمل مشوار سيد عبد الحفيظ اللي طلع بيه هولندا، وان انت رايح تتكلم وتشوف الناس بتوع اياكس وان دولت هم اللي يمشوا وتشوف المدرسه بتاعتهم ويبعت لك خبراء تغذيه للسن دوت ويبعت لك محللين اداء وتشوف المدرسه دهيت اياكس اللي خرج كل لعيبه في كل الدنيا. صحيح. شفت الشاسيه بتاع حمزه اختلف ازاي لما طبعا لان هم شافوا في حمزه حاجات احنا ما شفناش. لا اكله وشربه. ايوه الولد نفسه اترسم يعني. شوف الصورتين جنب بعض وهو طالع وهو دلوقتي بركات. شوف صلاح في الاول كان عامل ازاي، وبعد ما تعور من الكره مع راموس لما ودخلوه في المكن والكلام ده كله طلع عامل ازاي. وفي الاخر يا كابتن لما تطلع بقى اللعيبه دي التجربه اهو ده مشروع طبعا ان انت بقى بتعمل كل ده. شفت انا قلت لك حمزه وبلال وعمر وعبد الله، لا احنا عايزين اكتر من كده. المشروع دوت هيجيب لك اكتر من كده وهيطلع لك لعيبه بقى، بدل ما تتكلم يا سيد في 3 4 لعيبه، ايه المشكله ما تتكلم في 9 و10 لعيبه؟ صحيح. وفي الاخر دولت لما هيطلعوا يلعبوا عندك اللعيبه ديت هتوفر قد ايه بقى؟ فلوس كتير بدل ما تطلع بره تجيب اللعيب وزايد عن حاجتك الصفر. وفي الاخر ايه؟ وفي الاخر ابن النادي. لان في الاخر بص سيد مش ما كانش من ناشئين الاهلي وانا ما كنتش من ناشئين الاهلي. ربنا قدرنا ولعبنا وعملنا، انما في الاخر الناشئ برضه يا كابتن شيرت كمان طالع من جوه. ايوه يا فاهم. انت من ناشئين الزمالك انا ايه؟ من ناشئين الزمالك. انا افخر ان انا من ناشئين السكه الحديد. ماشي. هو ليه يلحقك في كل مكان وفي كل حته ان انت زملكاوي؟ يا عم الله لا يسيئك بقى، يعني انت جايبنا 3 اهلاويه وبنتكلم في الاهلي وايه اللي هيحصل؟ صحيح انا ليا بتاع اسبوع ما اتسالتش السؤال ده. صحيح ازاي بقى لي اسبوع ما حدش سالني السؤال ده؟ ده سؤال مفاجئ والله من خارج المنهج ده، انت ما اتسالتوش؟ لا هو مش مفاجئ خالص. انت ليه بقالك بتاع حوالي اسبوع؟ انا السؤال دوت بتعامل معاه وبتساله زي ما بتعامل مع اولادي ومراتي واخواتي. بس انا قعدت مع بركات في الاوضه كتير جدا، بس انا عمري ما شفته زملكاوي. بتكلم بجد والله. يعني حتى واحنا في الاسماعيلي هو مش زملكاوي. يعني ما شفتش منه مره مثلا كده الزمالك بيلعب فهو بيشجع الزمالك. امامي كلهم زملكاويه. يعني ما شفتش منه دي بصراحه. تعرفهمش على فكره عادي. ايه المشكله؟ ده سيد عبد الحفيظ نفسه كان قاعد وقال لك انا عندي ناس في العيله زملكاويه. ايه المشكله يا جماعه؟ شوف فاكر واحنا في كاس العالم للانديه عبد الباسط انت كنت معانا صح؟ كاس العالم للانديه عبد الباسط راح قال له السد وتؤمن بالله. احنا بقى عبد الباسط مش طبيعي يعني. قال له السد وتؤمن بالله انت في السفريه دي انت الوحيد اللي اهلاوي.
فبدا الكابتن سيد يبعت لنا على الواتساب حاجات للحاجات اللي الاهلي اتظلم فيها بقى، وبدا يتعامل مع كل الناس اللي في السفريه على ان احنا مش اهلاويه. فرحت جايب عبد الباسط، قلت له انت قلت ليه للكابتن سيد؟ قال لي انا ما قلتلوش، انا قلت له صدق تؤمن بالله انت الوحيد الاهلاوي اللي في السفريه دي. جبت الكابتن سيد وجبت قلت له احلف قدامه على المصحف، احلف حلف، ما كانتش تخلص غير كده، ما كانش هيحلنا يعني. لا اهلاويه ولا زملكاويه الحمد لله. انا بالنسبه لي انا كابتن بركات معروف طبعا اهلاويته الكبيره. طيب كابتن سيد خليني برضو نتشارك معاك في الحوار ده، لان انت برضو اللي فتحت الجزئيه بتاعه القطاع، وانا عارف انه الكابتن سيد عبد الحفيظ مهتم قوي بفكره القطاع اكتر من اي فكره ثانيه. الى جانب فكره التنظيم بتاعه السكاوتنج، انه يبقى موجود انيس بوجلبان. ومره ثانيه هشير لمحمود شوقي لانه قال نقطه مهمه، قال لك انيس بوجلبان هو مش بس رئيس السكاوتنج وهو اللي هيبقى تحتيه تيم بالكامل، هو الراجل سيكافئ اذا جاب اللعيب ده اسهم اسهامات مباشره مع الفريق، هيبقى عنده مكافاه بتتاخد للعيبه المجيده. يعني بتشوف ازاي اعاده التنظيم اللي الاهلي بيحاول يعملها؟ أنا بشوف نقطة أنيس نقطة إيجابية جدا، أنا من الناس اللي بتحب أنيس جدا. وأنيس كان ليه فترة من فترات في النادي أضاف لعيبة كويسة في النادي، أجاييه، علي معلول، كان أنيس ليه دور كبير فيهم إن هم يبقوا موجودين في النادي. فأنيس عينيه كويسة، وأنيس من الناس اللي بتعرف تتعامل بشكل كويس وبتعرف تبص على اللعيبة بشكل كويس، فإن شاء الله يبقى موفق جدا. حتة القطاع إبراهيم أنا بشوف إن هي مهمة جدا عشان حاجتين. الحاجة الأولى ان انت محتاج القطاع دلوقتي، ممكن زمان ما كنتش محتاجه قوي لان انت كان عندك كواليتي. يعني انت ما كنت الاول تطلع واحد من الناشئين عشان يلعب على بركات صعبه جدا واحد هيطلع يلعب على ابو تريكه، فكنت هتلاقي الموضوع صعب جدا. انما دلوقتي ارجع مثلا النادي الاهلي خلال السنتين اللي فاتوا في فرص كتير، المفروض في فرص في اماكن كتير في الملعب. يعني في الملعب في اماكن كتير ان انت لو صبرت على لعيبه 3-4 ماتشات لا هيركب وهيبقى موجود لعيبه اساسي عندك. فانا بشوف ان القطاع هيفيدك بشكل كبير جدا. بس هي النقطه انسى موضوع كم فرقه خدت بطوله يعني ما فكرك لازم يتغير. ايه ده ابراهيم خسر البطوله السنه، انا ما يهمنيش اخسر البطولات كلها صح، بس طلع لي من كل فرقه 2 لعيبه صح في القطاعات طلع لي سيرد باكين، طلع لي باك ليفت، طلع لي فيرود. انا مش عايز منك، سيبك اتكافئ انت كمدرب او كقطاع زي ما انت بتطلع لي لعيب، ان انت بتطلع لي لعيب لاعب في الفريق الاول. ما يهمنيش خدت البطوله ولا لا، اخسر البطوله، اخسر ماتشات كتيره جدا براحتك، بس في الاول والاخر انا عايز اشوف لعيب كواليتي ينفع للفريق الاول، يكون جاهز للفريق الاول. انا مره وانا في الجهاز الفني مع الكابتن حسام بدري اتكلمت مع رئيس قطاع الناشئين كان موجود وقتها، في ان احنا لازم اللعيبه كانت بتيجي التمرين معانا مش عارفين طريقه التمرين، وفي اختلاف في الاحمال بشكل كبير جدا. لعيبه الناشئين بتيجي تحس ان هم تايهين في الملعب. فطلبت من رئيس القطاع ان لازم المدربين بتاع القطاع او الفرقتين اللي تحت الفريق الاول يجوا ويقعدوا 2-3 مع الراجل المدير الفني كابتن حسام البدري عشان يبقوا شايفين التمرين وعارفين التمرين، بحيث ان ده يتطبق في القطاع، بحيث ان اللعيب اللي يطلع من الناشئين يطلع يتمرن التمرين الطبيعي بتاعه كويس. الامور ما اتغيرتش، وفي نفس الوقت حد مننا كجهاز ينزل يتفرج على اللعيبه دي في التمرين طول الاسبوع كويس. لازم عشان تبقى شايف، ابقى عارف الفرقه دي فيها ابراهيم وفيها بركاته، مش هاجي اتفاجئ. احنا كنا بنيجي نتفاجئ في 7 اسماء طالعين يتمرنوا معانا احنا ما نعرفهمش اصلا انت فاهمني؟ فده لازم يبقى موجود. لازم وانا بحط قائمتي، انا بحط قائمتي في كل مكان 2 مثلا، وفي واحد ثالث طالع من تحت صح. في واحد ثالث انا بجهزه ان هو هيبقى موجود مع الفرقه. انما انا اجي اتفاجئ كل سنه ايه ده والله تصدق عندنا لعيب كويس والله لا انا مش عايز المفاجاه. امال الناس اللي شغاله دي كلها شغاله ليه؟ والمصاريف اللي بتصرف عليهم. انت خلي بالك القطاع بتاع النادي بيصرف مصاريف جامده جدا بس في الاول والاخر بتاخد بطولات. انا ما يهمنيش البطولات صح. انا يهمني كام لعيب موجود معايا في الفريق الاول. صحيح. استاذنكم نروح لفاصل باخير نروح لفاصل وبعدين نرجع كمان. ببقى خايف قوي وانا طالع فاصل الكابتن مصطفى الكابتن مصطفى هيقوم يضربه في الفاصل. طيب عندي انفراد مهم جدا فيما يتعلق باللاعب اللي ارتبط اسمه بالنادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. تصريحات من السيد هشام زروقي المدير العام لنادي المغرب الفاسي، قال لنا في تصريحات خاصه، قال لا توجد اي مفاوضات في الوقت الحالي مع النادي الاهلي لشراء عقد اللاعب سفيان بن جديده هداف الفريق.
قال لا يوجد لدينا كمان أي نية داخل النادي لبيع بن جديدة الذي قام بتمديد عقده حتى 2030. قال لدينا مشروع رياضي كبير ونحتاج للاعب، لذلك تم تجديد التعاقد معه ونرفض بيعه. لدينا تركيز كبير في الوقت الحالي على البطولات الحالية في المغرب وليس لبيع نجم الفريق. كابتن مصطفى، خليني أسأل حضرتك فيما يتعلق بما دار في الفترة الأخيرة من قصة آدم وطني وإمام عاشور، وما توفر لدينا كمان من معلومات انه النادي الاهلي مستاء جدا جدا من فكره وجود اسم ادم وطني حوالين امام عاشور، الى الحد اللي بيها مأخر اي كلام مع امام طالما انه موجود ادم وطني بصفته قريب او بصفته صديق او بصفته وكيل او باي صفه، والاهلي غير قابل لوجود ادم. شايف ازاي الموضوع ده مع تصريحات ادم نفسها يعني؟ بص يا ابراهيم، النادي الاهلي نادي كبير قوي ومفيش اسم يكبر على النادي الاهلي. امام عاشور لازم يحل المشكله دي، يطلع يقول لك انا ماليش دعوه بالوكيل بتاعي. لو هو عاوز يكمل في النادي الاهلي هيعاند، وانا بقول لامام في الفتره دي هتعاند مع المجلس ومع ياسين منصور ومع سيد عبد الحفيظ ومع الخطيب، هيقول لك هات عقد وتوكل على الله. النادي الاهلي مفيش حد بيقول له دراعه. امام يا امام انت اللي في ايديك كل كبيره وكل صغيره. فانت لو عاوز تستمر في النادي الاهلي وتدي في النادي الاهلي اهلا وسهلا. انما زي ما قال سيد وقال بركات ان ما حدش يقدر يغير العقود. غير عقود ايه؟ انت قبلت بكده لما دخلت النادي الاهلي، وكويس انت دخلت النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر من امام واكبر من وطني واكبر من الناس دي كلها. اللي عايز اهلا وسهلا، مش عاوز مع الف سلامه. مش هنقدر، النادي الاهلي ما بتحيلش على حد. طيب نفس السؤال لكابتن بركات. طيب هو عقد امام عاشور مع مين؟ مع النادي الاهلي؟ مع الاهلي. هل هو مش لسه مكمل ولسه فاضله سنتين؟ طيب يعني اي حاجه هتحصل مش هتحصل غصب عن النادي الاهلي، وهتحصل من خلال النادي الاهلي. كابتن مصطفى اتكلم في نقطه مهمه جدا، ان دي مش اول مره، يعني دي مره واثنين وثلاثه حصل قلق من ناحيه امام عاشور. فهي الفكره برضو، طب امام عاشور ما بيطلعش يتكلم ليه؟ يعني امام عاشور ليه ما بيطلعش يتكلم؟ الوضوح بيبقى مهم جدا. وانت لما بتطلع تتكلم، هل انت على درايه بالكلام ده قبل ما يتقال؟ ولا هو الراجل ضرب كلمتين؟ وعلى فكره مش شرط كل حاجه وكيلك بيقولها يا سيد، ده لو وكيلك اصلا. ايوه بس هي في نقطه، مش شرط كل حاجه في لقطه تبقى صح. في لقطه حصلت على مساله الرد من عدمه. صالح جمعه في مره كان عندي في البرنامج في القهوه، انت كنت موجود يا كابتن سيد؟ كنت موجود. وقال تصريحات ما على امام عاشور. امام ما استناش يعني، هو وطلع رد، ما استناش صح. ما استناش. الحلقه كانت خلصانه، كان هو بيكتب على الانستجرام بيقول لك هو الكلام اللي اتقال ده لا يمثلني وانا ما اعرفش وما حصلش. حلو. ليه الكلام دوت ما بيحصلش؟ كل ما ادم وطني بيطلع بيتكلم وبيقول لا ده مش قاعد، ده عشان تقفل الصفحه دي. انت عندك عروض عادي، ما تمشي عن طريق الطرق الشرعيه. فيجي عرض واثنين وثلاثه للنادي الاهلي، وامام لعيب كبير، وطبيعي لو جاله عرض هيجي له عروض كويسه. على فكره هو لحد دلوقتي احنا ما بنيجي بنسال ويقول لك ما عندوش عروض. ما فيش عروض رسمي اتقدمت، ولا من السعوديه ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا. انما لعيب كبير امام يفرق مع اي فريق، وضع طبيعي انه ممكن في اي وقت يجي له. طبعا ما يجي لك عقد، والله في عقد واحد واثنين وثلاثه، العقد مناسب للعيب، العقد مناسب للنادي. امام هل هو خلاص شايف ان في لعيبه جايه وخدت اكتر منه والكلام من ده؟ وعلى فكره مش كل حاجه بتبقى فلوس. اللعيب برضه اما بيبقى متقدر يا ابراهيم، يعني احنا السنه اللي فاتت اما كلنا ناس لعبت كوره ما لعبتش كوره، كل جمهور النادي الاهلي ما كانش بيقول ان امام اهم لعيب في الفرقه وهو نمره واحد في الفرقه نمره واحد طبعا. ده لوحده تقدير. ولكن انت حتى ما يجي لك عقد واثنين وثلاثه، النادي الاهلي والله ده كويس لينا وكويس في البتاع، مع السلامه. امام خانوا ذكائه. امام لو كان عمل الموسم ده زي ما كان ابتدى طبعا كان هو طبعا. شوف بقى لو كمل السنه اللي فاتت اللي عمله بالسنه دي، شوف كان سعره. كان الجمهور هو اللي هيضغط على الاداره. برافو عليك. ان هي تعمل له كل حاجه، والاداره مش هتحتاج. ما انت خلاص، ما انت شايف لعيب بيقول لك يا باشا انا مموت نفسي، فانا يا عم هعمل اي حاجه عشان احافظ عليك واحافظ على المستوى واللي انت قدمته لي. بص انا غلطه امام حاجه واحده، مع اعترافا بامكانياته، انا من اللعيبه اللي بحبها بامانه يعني. عنده امكانيات جامده جدا، من اجمد اللعيبه في مصر خلال ال3-4 سنين اللي فاتوا. انما خانوا التصرف في حاجات ايه؟ امام الاول كان بيأدي في الملعب
وبيتعامل في الكواليس. كان مركز في الكوره يا سيدي. وبيتعامل في الكواليس يا كابتن في ايه؟ في تغيير عقد، مش تغيير عقد بس في الكواليس مش باينه. هو غير الموضوع، راح عامل ايه؟ مبين الموضوع ده، الموضوع ما بان وظهر على السطح قدام الناس. لا انت مش هتتعامل بالقطعه اللي هو ايه؟ مع وشه كمان قلبت وشه في انا مش هبقى كويس عشان ما عملتوش كذا، فدي نقطه. لا انا بشوف ان امام عنده فرصه كبيره جدا الفتره الجايه. يعني مباراة المصري مباراة مهمة جدا، عنده كأس العالم. كأس العالم يا ابراهيم، انا بشوف فرصة كبيرة جدا للعيبة في الوقت ده ان انت تعمل حاجة لنفسك. والنقطة الثانية، انت كسر الدنيا في كأس العالم. انا شايف ان الامور مع النادي الاهلي هتمشي، ان يبقى فيها ايجابية، لان انت الفرقة برضو مهما تغير فيها كمية لعيبة يا ابراهيم انت لازم هتبني على حد. لا والكريدت يا سيد، لازم الكريدت تبني اللي اللعيب بيعمله مع الجمهور اللي احنا دايما بنقول انه مهم جدا يا ابراهيم. انت الكريدت دوت هو بيستخدم في اشياء معينه وما ينفعش يستخدم في اشياء ثانيه. صح. يعني انت الكريدت الكبير يا كابتن مصطفى مع جمهورك بالشكل اللي انت وشايل الفرقه، هيسامحك لو انت مش كويس مش مركز هيقعد يشيلك. انما مثلا مش هيشيلك ان انت ما تاخدش شنطتك وتطلع تسافر السفريه بتاعت تنزانيا. لا مش كده كمان يا مش ده جمهور الاهلي. لا 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 لا, لا. فاهم؟ برافو عليك. جمهور الاهلي لا احنا عارفين انت بتعمل لنا ايه. بس مش موفق، وحش ماتش. حلو التعبير، حلو التعبير ده. بس ما الكريدت غلط صحيح. لا الكريدت لا مش هستخدمه لك هنا. صح، برافو عليك. خلي بالك هو في نقطه جدا في النقطه بتاعت امام بالذات دي. احنا بنقول لعيب كويس ولعيب كويس وادى للنادي الاهلي وما اداش النادي الاهلي، كل الكلام ده كويس. وانا قلتها عندك يا ابراهيم، انا قلت لو الجمهور غضب على لعيب والله اللعيب ده ما هيشوفها. امام كل ما بيعمل كده كل ما الكره بيزيد عند الناس وكل ما مستواه الفني بيقل. مش كره بقدر ما هو فكره التشكك. يعني انت بدانا نتشكك. طب ما زي بركات قال لك ويطلع يتكلم يقول لك انا خلاص انا مع النادي الاهلي. هو حرام لما يطلع يقول لك انا مع النادي الاهلي؟ لا. انا لا وطني ده اعرفه ولا خلاص انا ده مش الوكيل بتاعي. انما الكلام اللي بيعمله امام ده بيقلل من ثمنه بره. الناس تقول لك انا هجيب لعيب عامل مشاكل مع اكبر نادي موجود في الشرق الاوسط، انا مستواه الفني بدا ينزل وي الكلام ده، العمليه مش فلوس. انا بقول لك يا امام جات لك فرصه عمرك الفتره دي، قلتها لك قبل كده. الفرصه دي صالح جمهورك، انك الماتش بتاع مصر تأديك بصوره كويسه قوي وتختم بيه الموسم كويس قوي. صحيح. ويبقى عندك كاس عالم ويرجع بعد كده شوف اللي انت عايزه ايه النادي الاهلي هيعمله لك. صحيح. كابتن انا بشكركم على الحلقه الحلوه الممتعه دي اللي فيها اراء فنيه جامده كالعاده، وبتشرف بيكم اساطير ونجوم كبار. كابتن مصطفى بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا كان عندي حاجه صغيره عاوز اقولها. اتفضل يا فندم. انا عايز ابعت رساله للمهندس خالد عبد العزيز. اتفضل. عايز اقول له يا باشمهندس، المجال الرياضي او الاعلام الرياضي بصفه عامه باستثناء برنامج او برنامجين عشان ما نظلمش الناس، ممكن تحصل مصيبه في الفتره اللي جايه. فانا برجوك انك تخلي بالك من بعض البرامج الرياضيه اللي بتعمل فتنه، وده مش عاوزين نرجع كمان 50 سنه ورا. فمن فضلك نظره بس للحاجات دي بدل ما تحصل المصيبه ونرجع نقول يا ريتنا ما ريتناش. اشكرك يا كابتن مصطفى، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. كابتن بركات بشكر حضرتك شكرا جزيلا. تسلم يا هيما. بس كلمه نص ثانيه. اتفضل. جمهورنا روح لهم الاربعه يملى استاد برج العرب وخليك ورا فرقتك وهنلعب وهنقعد، هيبقى عندنا امل لاخر لحظه. واللعيبه بنقول لهم العب 90 دقيقه واستمتع وطلع كل اللي عندك والعب كوره والعب بقلب واستنى اللي رايده ربنا يكون. بس كابتن سعيد، يعني انا بس النقطه هزود على كلام بركات، ان انت يوم الاربعاء عندك فرصتين بتلعب عليهم، سواء الدوري او المشاركه في دوري ابطال افريقيا، ودول نقطتين مهمين جدا يفرقوا مع النادي الاهلي السنه الجايه. وان شاء الله ممكن الظروف تخدمك وتكسب الدوري، ما حدش عارف ايه اللي هيحصل، بس اعمل اللي عليك واعمل دورك. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سعيد، شرفتنا ونورتنا. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، اشكر فريق العمل بالكامل. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله، تصبحوا على الف خير، سلام عليكم.